اخترق أقوى أنظمة البنوك العالمية وتلاحقه أقوى منظمات الاستخبارات الدولية، ثم اختفى كأنه لم يكن موجودا. وفي يوم ما يعود بصمت، لكن لا كما رحل، بل بوجه آخر، بوجه لا نعرف إن كان هو السلام أم عاصفة قادمة. في عام 2013 تصدر اسم حمزة بن دلاج العناوين العالمية. شاب جزائري دخل عالم القرصنة من مقاهي إنترنت، واخترق أقوى أنظمة مالية وسحب منها ملايين الدولارات، وتحدى ال FBI وابتسم عند إلقاء القبض عليه. حكم عليه 15 سنة في الولايات المتحدة، ثم اختفى. لا تسجيلات في المحكمة ولا في السجن ولا تقارير رسمية، كأنه انمحى من الوجود الرقمي تماما. وفي عام 2014 حدث ما لم يكن بالحسبان. طائرة خارجية تدخل إلى الجزائر وكان على متنها حمزة بن دلاج. لم يكن باستقباله أحد، فقط صمت، لا وسائل إعلام، لا ضجة. لكن من رآه قال كان هادئا بشكل مخيف، وكان في عيناه حكاية لم تكتب بعد. البعض قال تم إخراجه بصفقة سرية مقابل خبراته، وآخرون قالوا انتهت المحكومية وعاد بكرامة، وآخرون همسوا إنه عاد، لكن ليس كما كان. أما هو فلم يتكلم. لم يعد حمزة هكرا، ولم يعد يكتب الأكواد ولا يخترق أنظمة، لكنه أصبح يساعد بصمت من خلف الستار، دون اسم ودون ضوء. فهل هذه نهاية القصة أم أنها بداية؟ لن نفهمها إلا لاحقا. هل ترى حمزة بن دلاج بطلا أم عبقري ضاع بين القانون والمبادئ، أم عودته هي نهاية عادلة أم مقدمة لشيء آخر؟ اكتب رأيك في التعليقات.